لذلك أقول كل من يدعي بأنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم فليخرج إلى شوارع مدن ألمانيا التي تهاجم الرسول صلى الله عليه وسلم وتسب في الرسول صلى الله عليه وسلم وتنشر الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني يحاولون أن يستفزوا شعور المسلمين وهم يعلمون أشد العلم أن أغلى شيء عندنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أرادوا أن يتعدوا على رسولنا فنحورنا دون نحره. لذلك نقول لكل من تسول له نفسه أن يسب رسولنا أو يستهزئ برسولنا نقول له قف مكانك، نحن هنا رجال، نحن هنا رجال. الله عز وجل ما قال هذه الآية رجال صدقوا الله مع هذه الآية نزلت لأن هناك كان رجال وأيضا يوجد رجال يدافعوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نريد نقول للعالم، لكل العالم، العالم الإسلامي والعالم الذي يدعي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جميع الفئات والطوائف التي تدعي حب الرسول صلى الله عليه وسلم والتي أيضا لم نراها هنا، نقول لها اخرجي إلى شوارع ألمانيا، دافعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، دافعوا بكل ما أوتيتم من قوة، بكل ما أوتيتم من وسائل. وجودنا هنا لنبين لهؤلاء النازيين، نبين لهم أننا هنا ندافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا أرادوا أن يشتمونا، أن يستهزئوا بنا كأشخاص، والله لا نبالي، ولكن إذا أرادوا أن يسبوا الرسول صلى الله عليه وسلم والله ثم والله لن تمر بسلام، لن تمر هذه القصة بسلام. لذلك نقول لهم اذهبوا إلى دياركم وابقوا في دياركم ولا تسبوا رسولنا، إن رسولنا خط أحمر كما قلت لا يجوز ولا يستطيع أحد أن يتعداه، وإذا تعداه أحد والله نفتيه بآبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء نمتلكه. لذلك نقول لهذا العالم، لهؤلاء النازيين الذين سبوا رسولنا واستهزأوا به وحاولوا أن يوقعوا بالأخوة أشد وقعة، نقول لهم لا، اليوم أتت هناك جموع غفيرة، أتى هناك أخوة من كل شتى ألمانيا حتى يعبروا عن غضبهم وحتى يقفوا وقفة رجل واحد ليقولوا لهؤلاء الألمان قفوا عند حدكم، قفوا عند حدكم ولا تستمروا، إذا تركتمونا نترككم، وإن عدتم فنعد، وإن عدتم فنعد. لذلك نقول لكم ابقوا في دياركم أيها النازيون ولا تستهزئوا بالرسول. كما قال اليهود الرسول صلى الله عليه وسلم مات وخلف بنات، لا، الرسول ما مات وخلف بنات، الرسول صلى الله عليه وسلم خلف رجال، والله خلف رجال، والله خلف رجال. الله أكبر والله الحمد. المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.